بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. رمضان مش مجرد شهر احنا بنمتنع فيه عن الأكل والشرب وبنجوع، لا، هو في الحقيقة محطة ربانية مهمة جدا لإعادة تشكيل وبناء الإنسان من الداخل. شهر ربنا سبحانه وتعالى فتح فيه أبواب الرحمة وبإذن الله أبواب الجنة، وأغلق فيه أبواب النار. وكأن الرسالة واضحة لينا كلنا إن دي فرصتك، وراجع نفسك وصحح طريقك وابدأ من جديد. ربنا ما فرضش الصيام علينا علشان نجوع ونعطش ونبقى تعبانين ومرهقين والأمر ده، لا، ربنا فرض علينا الصيام كمان حتى علشان لما نشعر بالجوع والعطش ونشعر بالآخرين إن احنا نرتقي ونتغير ونوصل لدرجة أعلى من الوعي وضبط النفس والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هنا مش مجرد إحساس مؤقت ويعدي إن احنا نشعر بيه في رمضان وفي الروحانيات وفقط، لا، المفروض إنها تكون أسلوب لحياتنا كلها وسلوك، وإنها تكون في شخصيتنا، تبدأ تكون شخصية جديدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لخص فكرة التغيير بالذات في شهر رمضان الكريم علشان يكون لينا هو نهج طول حياتنا بشكل بسيط وواضح. فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خلاص، الله سبحانه وتعالى هيعوز منك ايه؟ انت قول الزور والعمل بالزور، فهيفيد بايه بقى؟ ان انت ما بتاكلش وما بتشربش. يعني الصيام الحقيقي مش في المعدة بس، مش ان انت تمتنع عن الطعام والشراب وان انت تكون جعان، لكن في الاخلاق وفي التصرفات وفي التعاملات وفي طريقة التفكير. عشان كده حلقتنا اليوم مش نستغل رمضان ازاي، لا، السؤال الأعمق من إن احنا نستغل رمضان ازاي، اللي هو ازاي نخلي رمضان نقطة تحول حقيقية في شخصيتنا، مش مجرد موسم وبيعدي وبنطلع منه بروحانيات وتمام وصمنا وصلينا وعملنا يعني عبادات كتير جدا، ولكن بعد رمضان ترجع شخصياتنا تاني زي ما هي، وان احنا يعني مش قادرين على ضبط النفس، وان احنا بنتعصب، وشخصياتنا اللي احنا غيرناه في رمضان رجعنا تاني زي ما كنا الأول. هنعرف كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى مع ضيفتنا المشرفانة الأستاذة أمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم ومتخصصة في تطوير الذات واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة أمال. أهلا وسهلا بيكي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ورمضان مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب. اللهم امين، اللهم امين علينا وعليكم يا رب العالمين. بداية يا استاذة امال، احنا دايما بنسمع ان رمضان هو شهر التغيير ومرتبط رمضان بالتغيير، ولو عايز تغير اي صفة وحشة في نفسك ابدأ في رمضان وان شاء الله ربنا هيعينك. ايه اللي بيميز رمضان نفسيا وروحيا ان هو يكون فرصة حقيقية للتغيير، وليه مربوط دايما بالتغيير؟ جميل. رمضان سبحان الله شهر مختلف، لأنه بيوقفنا من سباق الحياة عموما. إحنا في نمط اليوم يعني بالعادة بيتغير في يعني أثناء رمضان أو خلال رمضان. الإيقاع يهدأ، المغريات تقل المفروض يعني. فالنفس تصير أوضح، المشتتات تقل، يصير في اهتمام أكثر، اهتمام جمعي. المجتمع كله يهتم في زيادة مثلا زيادة حسنات، اكتساب عادات إيجابية. يعني أصبح في هم جمعي في إننا نقتنص هذا الشهر بأفضل حال. فنفسيا رمضان يدربنا على التوقف عن يعني على التوقف عن العمل والتأني.
يعني خلينا مثلا يعني قبل ما إنه نندفع وراء ملهيات أو المغريات اللي موجودة، يخلينا نفكر قبل يعني على الأفراد أو على الأسرة بكاملها، تبدأ يعني إيش تقلل مثلا من فترة الجلوس قدام التلفزيون، تقلل مثلا من فترة مشاهدة الجوال، تهتم أكثر بأنها تجلس لقراءة القرآن، للدعاء، تهتم أكثر بأنها تتعبد. فروحيا يفتح هذا الشهر باب للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الجمع نادر أو ما هو موجود إلا في شهر رمضان. عشان كده التغيير في رمضان ما هو قسري، لا، هو شيء بينبع من الداخل، من ذواتنا، من وعي يعني أعمق، ما هو من ضغط. يعني هو بالعادة ما هو ضغط أسري أو ضغط مجتمعي، لا بالعكس، المجتمع كله متفق على أننا نقتنص يعني أفضل ما في هذا الشهر، فبالتالي تلقي فيه دافع أكبر. يعني غير الدافع الداخلي بيكون فيه دافع خارجي إنه أكون مع الجماعة. نعم بالضبط. طيب الصيام أكيد بيكون له تأثير على شخصيتنا. إزاي الصيام بيخلينا نضبط النفس، بيساعدنا على إن احنا نغير صفات فينا وسلوكيات جوانا، مش بس عادات في الأكل والشرب والنوم ويعني نمط الحياة المتعارف عليه في رمضان. لا، أنا عايزة نتكلم في نقطة تانية، تغيير الصفات علاقتها إيه بالصيام؟ حلو. هو الصيام ليس فقط امتناع عن الأكل، وهذا كلنا نعرفه. يعني الصيام هو تدريب يومي على التحكم على الشهوات. يعني إحنا نصبر على الأذى، نصبر على يعني على الطاعات، على عمل الطاعات، على القيام بها، نصبر على أيضا يعني ضبط النفس والتحكم بالشهوات. فبالتالي يصير نفسيا أنا أقول أنا أقدر إني أتخلى عن كذا وكذا وكذا في رمضان، وأستطيع فعلا وأختار بإني أتخلى عن كذا وكذا، المشتتات مثلا، أو ما كان ممكن إنه ينغص علي هذا الشهر، أو يخرب علي أو يفوت علي أجر هذا الشهر. فبالتالي هذا ينعكس على الشخصية، أبدأ أصير أهدأ، أقل اندفاعا، أكثر صبرا، أكثر حلما، أكثر توددا إلى الآخرين، أقل مطالبة بالأمور الدنيوية. فضبط الشهوات يقوي الإرادة، والإرادة هي أساس أي تغيير سلوكي. فعشان كده رمضان فرصة أن نراجع مثلا تفاعلاتنا مع الناس، غضبنا، كلامنا، ردود أفعالنا. فهي ما هي بس عادات أكل، وإنما ضبط للنفس. نعم. تمام. طيب في ناس كتير بتقول الروحانيات وعلاقتنا برب العالمين دي حاجة ما بين العبد وربه، ليها علاقة يعني بالثواب والعقاب، ليها علاقة بإذن الله تعالى بدخولنا الجنة، بالأمور الدينية فقط، وليس لها أي علاقة بتطوير الذات وتحسين الشخصية. رأيك إيه في الكلام ده؟ جميل جدا. طبعا هو القرب من الله سبحانه وتعالى يعطيك بوصلة داخلية، يخليك تعرفي مثلا إيش الصح وإيش الخطأ، مين الناس الكويسين، مين ما هم أو مين الناس الضارين لي، أو الأخيار والأشرار. يخليني أعرف الطريق، يعني وين أمشي، كيف أعمل، يعطيني هداية داخلية. فلما أقرب أكثر وأكثر من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعرفني بنفسي أكثر، ويعرفني بضعفي وقوتي بصدق. يعني ما هو أحد يجي مثلا يقول لي ترى أنت عندك نقاط ضعف وقوة كذا وكذا، لا، يصير عندي إلهام، أو يصير عندي بوصلة داخلية أقدر أعرف بيها، أستشعرها. فالروحانيات لوحدها ما تكفي إلا إذا طبقتها كسلوك في الحياة اليومية. فلما أجي مثلا يعني إذا الصلاة، إذا بأدي الصلاة لازم هذه الصلاة تظهر في أخلاقي. إذا أنا بأكثر من الذكر، فلازم هذا الذكر يظهر في صبري. بقرأ القرآن كثير، فلازم يظهر القرآن هذا في تعاملاتي مع الآخرين. فالتوازن الحقيقي هي روحانية تهذب القلب، وعمل يغير السلوك. فيصير روحانيا أنا
أصير أكثر انضباطا. أيوه. في نفس الوقت سلوكيا أصير أقرب إلى الشخص اللي بيتعبد في تصرفاته أو في أفعاله اليومية. إمم. طيب أستاذة آمال، في ناس بتتغيّر فعلًا في رمضان، ولو فيها بعض الصفات اللي هي بتشعر إنها مش كويسة أو بتضايق المحيطين بيها وبتضايقها هي نفسها يعني من البداية ومش راضية عنها، فعلًا بتاخد خطوات وخلال شهر رمضان بتتغيّر. ولو عايزة تكسب مهارة ممكن تكسبها خلال ال30 يوم دول بتوع شهر رمضان الكريم. لكن بعد رمضان بنلاقي اللي كان ماشي على حاجة وقّفها، والتغيير اللي عمله خلاص رجع زي ما كان، وكما يقال في المثل الدارج: ورجعت ريما لعادتها القديمة. خلاص ما بقاش يعمل حاجة من اللي كان مستمر عليها في رمضان وكان مغيّر نفسه للأفضل فيها. ليه يا أستاذة آمال ده بيحصل؟ بيحصل كثير للأسف، لأنه سبحان الله الإنسان يعني يربط هذا التغيير برمضان ليس بنفسه. يعني لما أجي أقول أنا في رمضان خلاص أنا مثلا حبطل النميمة، خلينا نقول طيب أصير أنا رابطة النميمة بالشهر وليس بنفسي. يعني ما أقول مثلا إني أنا حبطل عشان خلاص يصير أبدأ إني من رمضان أبدأ أبطل النميمة وأستمر عليها. يعني أنا ما قاعدة أربطه نفسيا بي، أنا قاعدة أربطه بالشهر عشان أكسب أجر، عشان أبتعد عن الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. فرمضان يشحننا، لكن بعده نرجع لنفس البيئة، لنفس الأصحاب، لنفس العادات، لنفس الضغط اليومي اللي بنعيشه. فالفرق يكون لما إيش؟ لما أبدأ أنا في رمضان بعادة صغيرة وأكون يعني ناوية إنها تستمر معايا مدى الحياة، وليس إنه فقط لرمضان عشان إيش أضاعف حسنات وكذا. فتكون عادة صغيرة قابلة للاستمرار بعد، وأختار هذه العادة بصدق وبإخلاص، وأنا أكون متيقنة في داخلي إنها حتكون مستمرة لبعد رمضان. يعني أدرس الوضع كيف حيكون بعد رمضان، أنا أدرى بوضعي بعد رمضان، هل هذا الشيء حأقدر أستمر عليه، وهل يحتاج مجاهدة، وإيش نوع المجاهدة اللي بيحتاجها. فمو أعمل الشيء في رمضان فقط وأوقف بعدين، لا، أحتاج إني أمسك العادة وأخليها تستمر معايا وأجاهد نفسي بشتى الطرق. نعم. تمام. طيب لو حد يعني إحنا خلاص يعني دخلنا شهر رمضان الكريم، ويعني هنقول ما زال معانا الفرصة وما زال معانا أيام كتير في رمضان، يعني ربنا يبارك لنا في رمضان يا رب. طيب إحنا من دلوقتي يعني فات اللي فات من رمضان، مش هنقول فات كام يوم ولا متبقي كام يوم، خلاص إحنا من دلوقتي عايزين نشتغل على نفسنا. إيه أول خطوة نركز عليها علشان نتغير؟ هل مثلًا بعض الناس تقول ركز على العبادات قوي والعبادات هي اللي هتغيرك للأفضل، وفي ناس بتقول لا احنا نركز على السلوكيات والمعاملات مع الناس وهي اللي هتغيرنا. فحضرتك شايفة ايه التركيز على ايه يعني بزيادة واكتر علشان يحصل فينا التغيير في هذا الشهر الكريم؟ هو شوفي الأفضل إنه نبدأ من الشيء اللي محتاجينه أكثر. يعني أنا أكون صريحة مع نفسي، إيش الشيء اللي أنا محتاجاه أكثر؟ هل هو يعني عمل قلبي أم هو سلوك؟ لو إنه القلب حاساه بعيد عن العبادات فأنا أركز على العبادات أبدأ بها. لو أنا شايفة إنه سلوكي هو البعيد عن السلوك سلوك الإنسان المسلم الصحيح اه. السليم القلب فلو شايفة إنه سلوكي هو البعيد أبدأ بالأخلاق. لكن الأفضل دائما إني أربط بين الاثنين، بحيث إني أركز أكثر على الشيء اللي ناقصني امم. وأوازن وأحاول إني ما أقلل في الشيء الآخر. مثلا يكون عندي صلاة أكثر بحيث إني أضبط الغضب مثلا، شايفة يكون في عبادة أزيد في العبادة، أقلل في شيء من السلوك السيء اللي كان عندي، الغضب أو الحسد أو النميمة، الغيبة، كل هذه الأمور. ذكر أكثر بحيث في نفس الوقت أضبط اللسان مثلا، أشتغل على شيئين في نفس الوقت بحيث إنه
يعني يكون التغيير شيء ممزوج كده ومستمر، يعني يكون شيء دائم معايا، يكون قلب وسلوك وليس تمام. فقط إمم. مثلا سلوك أو عبادات فقط، من إمم. غير ما أخرج بفائدة تعود علي على مدى العام بعدين. طيب إيه هي أهم العادات، والعادات دي تكون بسيطة، أهم العادات البسيطة اللي ممكن نلتزم بيها في شهر رمضان الكريم، والحقيقة هي تعمل فرق في حياتنا وفرق في شخصيتنا، حضرتك شايفة إيه العادات دي؟ العادات الصغيرة اللي إحنا بنسويها، مثلا نحن كأمهات عادة بنقضي وقت طويل مثلا في المطبخ، خلاص يصير في مثلا وقت المطبخ هذا أقسمه 10 دقائق محاسبة نفس مثلا، أو خلينا نقول 10 دقائق ذكر واحد، استغفار مثلا، أو إني أعود لساني على ذكر معين. آه، من العادات الأخرى اللي هو محاسبة النفس قبل النوم، خلينا نقول قبل ما أنام كل ليلة أحاسب نفسي 5 دقائق، إيش الأشياء الصح اللي عملتها، إيش الخطأ، إيش اللي أبغى أحسنه بكرة، إيش اللي المفروض ما أعمله بعد كده، مين الأشخاص المفروض أعتذر منهم، كيف المفروض أعمل لبكرة يعني. آه، غير كده عندنا مثلا الامتناع عن كلمة سلبية. كل يوم مثلا أحدد كلمة سلبية ما هي كويسة، سواء بقولها لأبنائي، بقولها لزوجي، بقولها في العمل لزميلاتي لأصدقائي، أمتنع عنها. أنا أعرف نفسي، فإيش هي الكلمة هذه أمتنع عنها، وأحط بدالها كلمة أخرى أقل حدة، أو تكون كلمة إيجابية تحل محلها. قراءة مثلا آية مع تدبر، مثلا تمام. أختار آية، أفتح المصحف أختار آية أقرأها، أتدبرها، أبحث عن معانيها وتفسيرها، وهذا التدبر سبحان الله قد يؤدي إلى تدبر آيات أخرى. فهذه قد تصبح عادة جديدة عندي، إني أبدأ إيش أبحث في كتب التفسير، في كتب بالضبط. الحديث حتى، بالضبط. وأقضي وقت جميل ممتع بيني وبين نفسي، يكون ما بين يجمع ما بين الذكر والتعبد والبحث عن العلم النافع والصحبة الصالحة. فسبحان الله هذه الأمور كلها صحيح إنها أشياء بسيطة، لكن قد تغير شيء من الداخل بالتأكيد. بسلاسة كده وبهدوء. نعم. بالتأكيد. طيب أخيرًا يا أستاذة آمال، لو كل شخص فينا اختار صفة واحدة بس هو عايز يغيّرها في رمضان، تنصحيه تكون إيه وليه؟ حلو. أنصحه يشتغل على النية. إحنا بغض النظر مين ما كنا، بغض النظر عن الأعمار، بغض النظر عن مستوانا الاجتماعي الأكاديمي كله على بعضه، يعني مين ما أنا، أنصح بشيء واحد، إني يعني نيتي دائما تكون حاضرة، أشتغل على النية، لأن النية هي تغير كل شيء بعدها. كل ما أعمل عمل معين، أروح الدوام، أذاكر لأبنائي مثلا، إمم. أدرس أنا شيء معين، أعطي محاضرة، ألقي كلمة هنا، أروح أحضر عشان أحضر محاضرة، أطبخ، أعزم ناس، إيش ما كان أي شيء أقوم به في خلال يومي، أجدد النية وأخليها حاضرة، بأنها إني أطلب رضا الله فيها. إمم. نيتي تكون صادقة، بحيث إنه بعد كده يعني سبحان الله سلوكي سيلحق هذه النية. يعني أنا لو نيتي صادقة في التعرف على الآخرين، حتى إنه مثلا أكون علاقات إيجابية، علاقات جيدة، علاقات صلة بين أخوات مسلمات مثلا في الغربة خلينا نقول، أو حتى أني أساعدهم ويساعدوني ونكون سند لبعض. فيعني هذه النية حتعدل سلوكي معاهم سبحان الله. فالنية الصادقة هي البذرة لأي تحول حقيقي، إيش ما كان المكان اللي أنا فيه، طالما نيتي صادقة فسبحان الله ربنا حيوفقني وحيساعدني وحيكون معايا بالتأكيد. وحيجيب لي الصحبة الصالحة اللي إمم. حتساعدني وتساندني بإذن الله. بالتأكيد. باشكرِك جدًا في النهاية الأستاذة آمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم ومتخصصة في تطوير الذات والlife coach، على وجودِك معانا مرة أخرى. كل عام وحضرتك بخير، تقبل الله منا ومنكم. وفعلًا زي ما قالت ضيفتنا الفاضلة، النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو نيتنا كانت خالصة إلى وجه الله، وإن إحنا كل اللي بنعمله
نحتسبه لله سبحانه وتعالى، ربنا هيعيننا وهيقوينا على التغيير اللي مشينا عليه طول 30 شهر، أكيد بنيتنا الخالصة والاستمرار إن شاء الله هنقدر نستمر عليه طول حياتنا، خصوصًا إن هو تغيير للأفضل ويعني أدومها وإن قل. إحنا مش عايزين تغيير كبير وتغيير جذري في كل شيء، ولكن كل واحد فينا أدرى بحاله وأدرى بنفسه وعارف إيه اللي المفروض يتغير وإيه اللي المفروض هو عنده حلو ويطوره وينميه. انتهت حلقتنا اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.